ياسين، نروحوا في رحلة عبر الزمن، نرجعوا ل 1917 ونبدأ نحكوا على تأسيس هذا النادي. نعم، في الفاتح جونفي من سنة 1917 تأسس فريق إسلامي في مدينة وهران، أول فريق إسلامي في مدينة وهران تحت اسم المولودية الإسلامية الوهرانية. أسوه الناس مسلمين في هذاك الوقت. هنا في وهران كانت غير الفرق الفرنسية تمارس كرة القدم، فيها مسلمين يلعبوا، بصح فرق أسوهم فرنسيا، لكن المولودية كسرت هذه العقدة وكان أول فريق مسلم يلعبوا فيه مسلمين. إداريا لأسوا فريق مولودية وهران 1917 كلهم مسلمين، وبدأت المهمة، بدأ الفريق. وين كان مكان التأسيس بالضبط في وهران؟ مكان التأسيس بالضبط كان بين الحمري ومندير جديدة، كاين ستاد يقولوا له شامانوف هذاك الوقت. المولودية كانوا يلعبوا فيه كرة القدم، وكان كاين المقر تاع الفريق، كانوا يديروا اجتماعات وجمعيات العامة تماك. والسلطات الفرنسية بعدها راسلتهم طالبتهم يبدلوا المكان. نعم. وين راحوا البولفار دي سود. نعم. تما كاين ادريس قهوه، كان يقول لهم خيروا قهوه ولا ديروها. هذا هو المقر الثاني لمولودية وهران بعد المقر تاع شامانوف.